أما زواج الطلاب الآن بعض الدول عندهم يسمونه زواج الطلاب في الجامعات، طالب وطالبة وشاهدين وهي ولية نفسها، هذا حرام ولا يجوز، وهذا في الحقيقة نوع من أنواع الزنا، وهو دمار على الفتيات، لأن أكثر اللي يتزوجون بهذا هؤلاء الشباب الشهوانيون، وأول ما والعياذ بالله يأخذ ما يريد منها يذهب ويتركها، ولا نفقة ولا شيء، وتخفي على أهلها وعلى الجميع، وأحيانا تحمل منه ثم يهرب ويتركها، وهذا يقع منه صور كثيرة. ولذلك نحذر الفتيات: احذري من النكاح العرفي بالطرق التي ذكرناها، احذري، لا يلعب عليك الشباب فإنهم ذئاب بشرية لا يبالون بك. احذري أيتها الفتاة المؤمنة من النكاح من غير علم أهلك، فهو حرام 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 ولا يجوز، وهذا ضياع لك، هذا ضياع لك، والواقع شاهد بهذا، والله المستعان.